مبروك، اترقيت وبقيت مدير. حاسس انك قلقان، حاسس بثقة، حاسس بتوتر، حاسس ان انت مش عارف تبدأ منين. ده تايتل ومسؤولية مهمة جدا وخطوة جديدة في حياتك، مهمة قوي تعرف ازاي تتعامل في المرحلة اللي جاية. الوضع بيختلف شوية لما بتطلع لفوق، بيبقى مطلوب منك مسؤوليات وصلاحيات ومهام مختلفة ما كنتش بتعملها قبل كده، فطبيعي جدا تحس بتوتر وطبيعي جدا تحس بقلق وطبيعي تحس ان انت مش عارف تمسك الموضوع ازاي. عشان كده عملنا لك كورس فيرست تايم مانجر او مدير الاول مره. في كورس فيرست تايم مانجر مدير الاول مره هنعرف مع بعض يعني ايه اداره اصلا، قبل ما نبتدي نعمل شيفتنج للمايند سيت بتاعتنا وطريقه تفكيرنا من موظف لمدير، ازاي نعمل بلان للاداره بتاعتنا، ازاي نوزع المهام على الموظفين اللي موجودين معانا بشكل مظبوط، ازاي نحط اوبجيكتيف واضحه لكل واحد فيهم، ازاي نقدر نقيس ادائهم من خلال الكي بي ايز، ازاي نعمل لهم موتيفيشن ونحفزهم ان هم يطلعوا احسن اداء عندهم، ازاي نفك الكونفليكت او المشاكل اللي ممكن تحصل والخلافات اللي موجوده جوه التيم، ازاي نحل المشاكل، ازاي نشتغل على المايند سيت بتاعتنا ان احنا نبقى مديرين بجد، نقدر نبقى قادرين نقعد على الكرسي اللي احنا محطوطين فيه ونطلع النتائج المطلوبه مننا للاداره، ازاي نتعامل مع الاداره العليا وتاكد ان انت موظف حاجه ومدير حاجه، لان الاداره العليا عندها التعامل مختلف ولازم تكون قده، ازاي تعرف تتعامل مع التيم اللي انت كنت في يوم من الايام واحد منهم وفجاه بقيت مدير عليهم. الشيفتنج ده مش سهل خالص والنفسيات مش بتبقى طول الوقت جاهزه انها تتقبل التغيير ده، فازاي هنمر بالتجربه دي مع بعض، يعني ايه تشينج مانجمنت لان انت داخل في المرحله دي وتفهم ازاي تتعامل فيها. كل ده واكتر هنتعلمه مع بعض في كورس فيرست تايم مانجر بشكل تطبيقي عملي بكيس ستاديز بالعاب تفاعليه او جيمنج جوه السيشن. لو عايز تبدا صح وعايز تبقى مدير بجد لازم تبقى موجود معانا في كورس فيرست تايم مانجر. وكمان لو انت شركه او انتوا شركه وبتدوروا ان انتوا تاهلوا الموظفين الموجودين عندكم عشان يبقوا مديرين بشكل جيد، كلمنا دلوقتي على الارقام اللي هتظهر معاك للشاشه واحجز مكانك في كورس فيرست تايم مانجر.